يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين طنط اموله الغاليين. النهارده هنعمل مع بعض اكله شتويه 100%. الفول الحراتي بالرز، حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا الفول دلوقتي متوفر في الاسواق وبسعر يعني مش غالي قوي ولا رخيص، بس فعل سعر في متناول الجميع ومتوفر جدا. فقلنا نعمل منه شويه اكلات، ودي اول اكله هعملها معاكم، وان شاء الله كل فتره كده هعمل لكم اكله جميله كده بيه. شايفين ده اسمه الرز بالفول الحراتي، اكله خطيره جدا. طبعا امهاتنا بقى والناس القديمه هم اللي يعرفوها اكتر. شايفين؟ تحفه. صنوع المطبخ ما يعرفوش عنها حاجه خالص. سالتهم كده، ما انا معايا صنوع المطبخ في البيت وانتوا عارفين، قالوا يعني ايه يا ماما فول بالرز، فعملته معاهم خطوه خطوه، حاجه بجد خطيره. تعالوا مع بعض نشوف المقادير والطريقه. هعمل مقادير سهله معايا ازاي. انا معايا كيلو رز، عليه كيلو رز مغسول طبعا ومتنقي ومغسول كويس، ومعايا كيلو من الفول البلدي، في فول رومي فول بلدي. انا بنصح طبعا بالفول البلدي عشان بيبقى مسكر، وبتبقى الفوله بتاعته طريه كده وجميله، وهتاخد سوا الرز ان شاء الله. ومعايا بصله كبيره مفرومه، ممكن تكون متقطعه قطع كبيره شويه. ومعايا 3 فصوص ثوم مفرومين، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. بس كده. شايفين المقادير سهله ازاي؟ تعالوا مع بعض بقى نشوف الطريقه. معايا حله على النار فيها معلقه سمنه وشويه زيت، بنزل عليهم بالبصله كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب البصله بتاعتنا كده ياخد تشويحه. الاكله دي من الاكلات الشتويه الجميله، كل بقى اهالينا زمان هم اللي يعرفوها، ولسه الجيل الجديد ما يعرفش. فانا قلت طبعا انا عندي سنه اولى طبخ، فلازم اعرفهم كل جديد. بشوح البصله بالشكل ده، انا عايزاها تدبل معايا، لا هي صفرا ولا هي بني، يا دوبك بس تدبل عشان تبقى مسكره. زي ما احنا شايفين حبايب طنط اموله، البصله دبلت بس معايا كده بالشكل ده، ما خدتش حتى لون. هنزل بالتومه بالشكل ده كده، فصين بس صغيرين، ممكن تقطعيهم طنشات كمان، ياخدوا برده تشويحه كده مع البصله. وطبعا الفول ده ليه طرق كتيره جدا، وعشان هو متوفر في السوق انا قلت اعمل لكم يعني كذا طريقه بقى، كل مره كده بفكر اعمل لكم طريقه شكل، ليه اشكال كتيره جدا. اخواتنا في البحيره بيعملوه بالسلق، وفي ناس بتحط عليه كزبره وبقدونس وشبت، ليه طرق كتيره واشكال متعدده. انا هعمل لكم بطريقه سلسه جدا. يا دوبك التومه طلعت ريحتها كده زي ما احنا شايفين. هنزل بالفول بتاعي بسم الله، هشوحه ياخد تشويحه برده مع البصل والثوم، ريحه البصل تحفه مع الثوم. هنزل بقى كده بالتوابل بتاعتي وهقلبهم كلهم مع بعض. لازم البصل يا حبايبي ياخد تشويحه كده مع الفول مع البصل عشان ينزل لونه كده، بيدي طعم طبعا في حته تانيه خالص. زي ما احنا شايفين هقعد اقلب كده تشويحه حلوه. وبعدين يا طنط اموله هتعملي ايه؟ زي ما احنا شايفين حبايب طنط اموله، شوحته كده حوالي دقيقتين مع البصله والثوم. هنزل بقى يعني بكوبايه ميه تقريبا، كوبايه ميه سخنه، يعني الفول ياخد حوالي نص سوا. يعني الفول والرز، يعني الرز بيستوي اكتر من قبل الرز بحاجه بسيطه. فهغطي عليه حوالي 5 دقايق كده. اول ما اشوف الفوله بتاعتي بقت دخلت نص سوا كده هضيف الرز. زي ما احنا شايفين حبايب طنط اموله الفول استوى كده نص سوا بالشكل ده اهو. شايفين تلاقي الفوله كده اتقسمت معاكي كده، بس هي استوتش قوي يعني نص سوا. انزل بقى بالرز، اقول بسم الله. بالشكل ده نعمل كده كله مع بعضه. شايفين الفوله خرطت اللون الاخضر شويه،
زي ما قلت لكم اخواتنا في البحيره بنحط عليها سلق، بنحط شبت، بنحط كزبره، لكن دي طريقتي انا مثلا، وطريقه ناس كتيره برضو. انا ما بحبش الخضره فيها بصراحه، بتبقى كده خفيفه شويه. هنقلب كله كده مع بعض بالشكل ده. وزي ما قلت لكم ده موسم الفول، وانا ان شاء الله هعمل لكم طرق كتيره جدا هتعجبكم ان شاء الله. هقلب كده الرز مع الفول. طبعا انا مملحاه وحاطه التوابل كلها. هنزل بقى بالميه السخنه. كل كوبايه رز يا سنقوله مطبخ عليها كوبايه ميه سخنه. كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه سخنه بالشكل ده، زي عقد الرز العادي خالص زي ما احنا شايفين كده. بس كده هوطي بقى عليه، واما يتشرب برده ميته تتشرب زي الرز العادي خالص هوطي عليه. شايفين حبايب طنط اموله استوى معايا شكله بالجمال ده. شايفين الفولايه صحيحه ازاي ومستويه حاجه كده من الاخر. يلا بقى نفرغه مع بعض. شايفين حبايب طنط اموله؟ قربي بقى هنا كده عشان تشوفوا الشكل والجمال والدخان اللي طالع، حاجه من الاخر. هي اكله شتويه بصراحه، من اكلات بقى امهاتنا زمان والجيل القديم الجميل، حاجه بجد خطيره يعني. الله 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 على الروايح الحلوه بجد، روايح زمان. بسم الله. بيتقدم بقى في طبق التقديم كده، بيتاكل معاه سلطه بقى خضراء، بيتاكل معاه مخلل، ويتاكل معاه بطاطس محمره، يعني خطير بجد. هو بيتاكل لوحده كمان، حاجه حلوه بجد في الشتاء اللي احنا فيه ده، بيدفي قوي. بسم الله. ده الشكل النهائي يا طنط حبايب طنط اموره. ده الشكل النهائي. شايفين الرزه مستويه والفول مستوي وبحجمه زي ما هو. التركايه الحلوه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها ان انتوا تسووا الفول بكوبايه ميه نص سوا بس، يدخل في السوا، تنزلوا بالرز وتعملوا بتكملوا بقيه الطريقه زي ما انتم شايفين. حاجه بجد هتدعوا لي عليها. يا ريت بقى تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش طنط اموله باللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم من طنط اموله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.